هو كان شخصية معقدة شوية، ممكن يعمل تصرف غريب جدا وبعدها يعمل موقف إنساني يخليك تحترمه. السلام عليكم يا أحباب، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في صفحتنا كورة جول. ده فيديو جديد من سلسلة فيديوهات حقائق في كرة القدم. في لعيبة كتير فشلوا، وفي لعيبة كتير ظلمتهم الظروف، وفي لعيبة كانوا يقدروا يبقوا من أعظم لاعبي جيلهم وبإيديهم هم اللي ضيعوا كل حاجة. والنهاردة بنتكلم عن واحد من أغرب القصص دي، وهو ماريو بالوتيلي. بالوتيلي تقريباً كان عنده كل حاجة: قوة، سرعة، مهارة، تسديد، شخصية، ثقة. موهبة كانت تخليك تتخيل إنه هيكون من أفضل مهاجمين العالم بسهولة، لكن بدل ما الناس تفتكره بأهدافه افتكروه بسبب المشاكل. بالوتيلي اتولد سنة 1990 في إيطاليا، لكن أصله من غانا. قصته بدأت بشكل صعب جدا. اتولد بعمر صحي حساس جدا، وكان بيعاني من مشاكل في الأمعاء احتاج بسببها لعمليات جراحية وهو طفل صغير. وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، أسرته الأصلية سلمته العائلة إيطالية اسمها بالوتيلي، ومنها أخذ اسمه المعروف. ومن هنا بدأت أزمة الهوية في حياته، لا هو حاسس إنه إيطالي بالكامل، ولا المجتمع كان بيقبله بسهولة بسبب لون بشرته وأصوله، وده شيء هيأثر عليه طول حياته زي ما هنشوف في الفيديو ده. وبدأ يلعب في فرق صغيرة، وكان واضح جدا إنه موهبة مختلفة. في سن 15 سنة فقط لعب لأول مرة مع الفريق الأول لنادي لوميتساني الإيطالي. سرعته وقوته البدنية وتسديداته، كل حاجة كانت بتقول إنه مشروع نجم عالمي. وده اللي خلى نادي إنتر ميلان يتحرك بسرعة ويضمه سنة 2007. مع إنتر ميلان بدأ العالم يعرف اسم بالوتيلي. كسب معاهم الدوري الإيطالي 3 مرات، كأس إيطاليا، دوري أبطال أوروبا 2010 تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو. لكن رغم النجاح بدأت تظهر شخصيته المثيرة للجدل: مشاكل مع المدربين، عصبية جوه الملعب، اشتباكات مع الجماهير، تصرفات غريبة جدا. مورينيو نفسه اتكلم عنه في مرة وقال: ماريو لاعب لا يصدق، لكن التعامل معاه كان أصعب تحدي في مسيرتي. وفي 2010 بالوتيلي انتقل لمانشستر سيتي مع المدرب روبرتو مانشيني، وهنا بدأت أشهر فترات حياته. ساهم في فوز السيتي بالدوري الإنجليزي 2012، وهو اللي صنع الهدف الشهير لأجويرو في آخر ثانية ضد فريق كوينز بارك رينجرز. الهدف ده اللي غير تاريخ النادي. لكن برضو ماريو كان بيعمل حاجات غريبة جدا، زي إنه ولع النار في بيته بسبب الألعاب النارية، ويدخل في خناقات في التدريب وغيرها من المشاكل. وفي ماتش من الماتشات سجل هدف ورفع التيشيرت، وكان تحته تيشيرت مكتوب عليه Why Always Me. الجملة دي أصبحت أيقونية، وكأنها بتلخص حياته كلها. ومع منتخب إيطاليا في بطولة اليورو 2012 قدم أفضل نسخة من نفسه، خصوصاً في نص النهائي ضد ألمانيا لما سجل هدفين، واحتفل باللقطة الشهيرة لما قلع القميص وواقف بعضلاته في صورة كانت تاريخية. وقتها العالم كله كان منبهر باللي بيقدمه بالوتيلي. وبعدها انتقل بالوتيلي للميلان في 2013 وبدأ بشكل ممتاز جدا، لكن ما كانش فيه استمرارية، عشان يمشي في 2014 بعد كده ويروح ليفربول عشان يعوض رحيل سواريز. وهناك كانت الكارثة: أداء ضعيف جدا وثقة مفقودة وانتقادات من الجماهير والإعلام. عشان يرجع بعدها الميلان في 2015 لمدة موسم على سبيل الإعارة. وبعدها بالوتيلي انتقل لأندية كتير زي نيس ومارسيليا وبريشيا وبونزا وتجارب تانية في تركيا وسويسرا. بالوتيلي كان بيملك كل شيء: قوة، سرعة، تسديد، مهارة، شخصية كبيرة. لكن كان ناقصه الانضباط والنضج والتحكم في الغضب والاستقرار النفسي. ورغم كل الجدل ده، بالوتيلي كان ليه مواقف كتير على الجانب الإنساني، زي تبرعات سرية للمحتاجين، مساعدة المشردين، دعم الأطفال المرضى، ومواقف كتيرة ضد العنصرية. هو كان شخصية معقدة شوية، ممكن يعمل تصرف غريب جدا وبعدها يعمل موقف إنساني يخليك تحترمه. ولكن يظل السؤال المهم: هل بالوتيلي كان مجرد لاعب مستهتر، ولا كان شخص بيحارب حاجة أكبر؟ الحقيقة إن ناس كتير قالت إن بالوتيلي كان بيعاني نفسيا، اتعرض للعنصرية كتير وضغط إعلامي مرعب، وكل غلطة ليه كان العالم كله بيكبرها. الأصعب في قصة بالوتيلي إنك لما تشوف موهبته تحس بالحزن، لأنك بتشوف لاعب كان ممكن ينافس أعظم المهاجمين في العالم، كان ممكن يبقى أسطورة. ماريو بالوتيلي ضاع مش لأنه ما كانش موهوب،
ضاع لأن الموهبة لوحدها مش كفاية. الانضباط مهم، والعقلية مهمة، والسلام النفسي مهم. في النهاية قصة بالوتيلي مش مجرد قصة لاعب فشل، دي قصة إنسان ممكن يكون عنده كل المقومات للنجاح لكنه بيخسر المعركة مع نفسه. وما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.